يا صباح الخيرات عليكم يا احلى بنات، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو النهارده باذن الله يعجبكم وتاخدوا منه افكار حلوه، وكمان هعمل معاكم وصفتين احلى من بعض، وهنعمل ريفيو عن حاجه حلوه جدا جدا هتساعدنا في المطبخ، يعني هنبدع بيها الفتره اللي جايه باذن الله. بس قبل ما تشوفوا الفيديو كده وقبل ما نبدا فيه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان شير للقناة لاصحابكم كده، تشيروا القناة، وكمان سيبوا لي كومنت منكم حلو كده. وبشكر كل حد جديد اخد من طاقته ولو ثواني ودخل كتب لي كومنت ايجابي، رفع معنوياتي بيه وحفزني اكتر واكتر واكتر على شغل القناة. انا ممتنة ليكم جدا جدا، ممتنة ليكم على تعليقاتكم الجميلة اللي كلها إيجابية، ممتنة على الناس الحلوة اللي دخلت القناة، الناس اللي فعلا أنا حاساهم شبهي، الناس اللي عندهم كده طاقة كده من الحب كبيرة، بي يعني باينة في الكومنتات بتاعتكم. أنا بشكركم جدا جدا. بشكر كل واحد اشترك عندي في القناة، كل واحد اخد من وقته وقال لي ان القناة عجبته. شكرا جدا ليكم، اتمنى اكون عند ثقتكم، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احلى واحسن باذن الله. طيب الفيديو بتاعنا بادئ كده من الصبح طبعا. صليت وكمان جهزت لبس الولاد، وزي ما انتم شايفين عملت اللانش بوكس بتاعهم ومشيتهم على المدرسة. قعدت بقى شوية كده، فطرت انا وشربت نسكافيه والدنيا تمام. كنت طالبة اوردر من جوميا وجالي. كنت طالبة كبة استانلس ماركة سيتي، كان سعرها حلو جدا، كانت ب 600 إلا 10، يعني 590. هي يا بنات الخامات كلها تركي، بس التقفيل مصري. فتعالوا بقى نفتحها كده مع بعض ونقول يعني ايه. بسم الله ما شاء الله، انا بحب يعني اي حاجة جديدة كده بجيبها، بتديني طاقة ايجابية وبتخليني كده اقوم، يعني يعني ابدع بقى. انا عندي الكبة بتاعتي المونوليكس كبيرة فرنساوي، بس انا مش عارفة، كل ما بصلحها بيحصل فيها عطل فزهقت منها. فجبت الكبة دي، ويعني ان شاء الله باذن الله تبقى كويسة، وتبقى يعني عند حسن ظني بيها كده. انا حاسة ان شاء الله تبقى حلوة. بصوا والله ما وحشة، حلوة جدا. بصوا الحلة بتاعتها حلوة ما شاء الله، مش وحشة. و يعني الستانلس بتاعها لا، مش خفيف، هي مش تقيلة بس الستانلس بتاعها قوي. والسلاح 4 سكاكين، انا يعني ما كنتش متخيلها كده الصراحة. 4 سكاكين اهو. وده بقى الموتور بتاع، هو المفروض ان انا عرفت ان الموتور كله من جوه نحاس، ما فيهوش حاجة بلاتين يعني. وهي 1200 واط. تمام. هي الخامات تركي بس متقفلة في مصر. وسرعتين، دي السرعة الأولى ودي السرعة التانية. بصوا والله أنا كنت متخيلة الحلة بتاعتها أصغر من كده بصراحة، لا الحلة بتاعتها حلوة. يعني لو هتعملي كيلو كفتة، والله تاخد لك كيلو لحمة وكمان معاها بقى الإضافات اللي انتي بتضيفها لها يعني. ده الغطا، الغطا أكليريك اهو. دي بقى بتتحط فين؟ القاعدة بتاعتها انا مش عارفة دي بتتحط القاعدة. بصوا اهي، القاعدة بتاعتها كده من السيليكون، بس انا حاساها كبيرة مش عارفة ليه. لا مش كبيرة، حلو اهي. بس مش عارفة، حاساها مش ثابتة. القاعدة بتاعتها بتخليها واقفة كويس. بصوا عليها ما شاء الله، السكينة بتاعتها شكلها حامية، يعني خلي بالكوا بقى ما شاء الله. وبعدين بقى بنحط ده كده، والجهاز
اسمعوا كده معايا، دي السرعة الأولى. السرعة التانية، لا والله ما شاء الله حلوة. بس طبعا يعني مش هقول لكم بقى رأيي فيها النهائي غير لما اجربها بقى في كذا حاجة، لكن هي شغالة لان هم يعني المفروض ان انتي بيبقى بتجربيها بتشوفي لو فيها اي حاجة عيب صناعة. لا ما شاء الله شغالة حلو و كويسة الحمد لله. هنجرب بقى، هنعمل بقى فيها شوية وصفات حلوة قوي. لكن هي ككبة حجمها مش مضايقني في حاجة خالص، حجمها حلو مش وحش يعني. كمان لو انت عايزة بتفرزي بصل تاخد معاكي كيلو بصل تاخده معاكي. هي الحلة بتاعتها 3 لتر وهي 1200 واط. الضمان بتاعها بقى فين؟ هي معاها ضمان سنة، انا مش عارفة ضمانها فين الصراحة. هل هو ده؟ غالبا الكرتونة دلوقتي بقت هي الضمان لأي حاجة. الكرتونة والفاتورة اللي انت جايباها هي الضمان. فانا برضو هشيل الكرتونة، هحافظ عليها. بص بيقولوا لكم بقى ايه: يلتزم المصنع المشهور بتوفير قطع غيار وخدمات ما بعد البيع لمدة 2 من بعد انتهاء فترة الضمان. يعني المصنع ممكن يديك قطع غيار لمدة 2 بعد الضمان، وهي ضمانها سنة. فان شاء الله خير وتبقى حلوة، وبإذن الله ما نحتاجش الضمان في حاجة. تعالوا بقى نعمل صينية كيك ونفرح بيها الولاد زي ما احنا فرحنا بالكبة الجديدة. هنعمل صينية كيك هتعجبكم قوي ومختلفة كده عن اي كيك عملناه، وهنستغل حاجة ممكن كنا نرميها. هحط هنا كده بيضتين كبار، ولو صغيرين ممكن تحطي 3 بيضات، عليهم 2 باكت من الفانيليا ومعلقة من الخل، وهتضربيهم كويس جدا بالبلندر او في الخلاط او بالمضرب اليدوي عادي اللي يريحك اعمليه. هنزل عليهم بكوباية كبيرة من السكر، هضرب كويس جدا لحد ما السكر والبيض كده يعملوا فوم كريمي زي ما انتم شايفين. ده بقى ايه؟ ده لبن رايب. اللبن ده انا جبته و المفروض ان انا قلت يعني لجوجي حطيه في الفريزر، فهي نسيت وحطيته لي في التلاجة. تاني يوم قمت اغليه لقيته قطع، فهنرميه؟ لا طبعا. اخدت منه كده كوباية ونص وحطيتهم، ودي بقى كوباية الا ربع من الزبدة. يبقى هنعمل الكيك النهاردة باللبن الرايب والزبدة. مش قادرة اقول لكم طري ازاي وتحفة تحفة تحفة، وتحسوه كيك كده غني يعني، طعمه كده غني جدا. يبقى نزلنا كوباية ونص من اللبن الرايب وكوباية الا ربع او نص كوباية كبير من الزبدة وبيضتين كبار، فانيليا، خل، وكمان زي ما انتم شايفين كوباية كبيرة من السكر. وهبدأ ان انا انزل بالدقيق و باكو من الكيك شيف. انا نزلت ب3 كوبايات من الدقيق. 3 كوبايات من الدقيق. بعد ما تحطيهم لو احتجت ان انتي حسيتي الخليط الكيك بتاعك بيبقى تقيل شوية، ممكن تزودي تاني شوية لبن رايب. ما عندكيش لبن رايب ممكن تعمليها بالزبادي. عايزة اقول لكم الزبادي مع الزبدة بيديكي قوام كيك لا يعلى عليه. بص قوام الكيك عامل ازاي، تحفة. حسيته تقيل سنة، نزلت زي ما انتم شايفين اهو بحبة من اللبن الرايب. وما تخافيش من تكتلات الرايب، بالعكس دي بتدوب وبتبقى حلوة قوي. رشة الملح بقى بتاعتك الحلوة وقلبي الخليط ده كويس جدا، هيطلع معاكي احلى خليط كيك ممكن تعمليه. هجيب بقى صينية كبيرة وهدهنها كده بالسمنة كويس جدا. عايزة اقول لكم احسن حاجة تدهنوا بيها صواني الكيك وتبقى تحفة هي السمنة. هبدأ انزل ب3/4 خليط الكيك في الصينية عادي جدا اهو، والربع التاني ده هنعمله بقى ايه؟ شوكولاتة، عشان نعمل كيك ماربل. يعني مش ان هي كيك بس بالزبدة واللبن الرايب، لا هنعملها كمان كيك ماربل. جبت هنا كده نص كوباية او ربع كوباية من الحليب، ونزلت عليهم ب2 معلقة كبار من الكاكاو،
وهبدأ ان انا ادوب الكاكاو كويس جدا في اللبن وانزل بيه على خليط الكيك، عشان الكاكاو لو نزلت بيه على الكيك على طول هيكتل منك. هقلبه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وشوفوا قد ايه القوام يا جماعة، بجد هيبهركوا، حلو جدا. حسيت اللون غامق شوية، فاتح شوية، فتقلته بحبة كاكاو. وهبدأ ان انا بقى احط عليه معلقة من النسكافيه، بيفرق جدا وبيعزز طعم الكاكاو. النسكافيه الكلاسيك العادي بتاعنا بيخلي طعم الكاكاو حلو جدا، وبيعزز طعم الشوكولاتة عامة. هبتدي انزل بيها كده خطوط بالعرض علشان نعمل شكل الماربل الخطير بتاعنا. جربوا الكيكة دي، واتمنى ان انتوا اللي يجربها يبعتلي ويقولي عاملة ايه وطعمها عامل ايه معاكم. شوية اللبن دول لو ربوا منك، انت ممكن واحدة تقول لا خلاص انا هربيهم هم رابوا، لا تستخدميهم بقى في الكيك كده يطلع قمر، تعملي بيهم شوية مخبوزات، شوية معجنات، حبة بيتزا، هيبقى معاكي زي الفل. شوفولي شكل الكيك القمر ده، اللهم بارك، شكلها وطعمها يجنن يجنن يجنن. وفرحتي بيها الولاد لللانش بوكس بقى، للغدا، للعشاء، تمام. هنا بقى هنعمل الغدا بتاعنا، والغدا بتاعنا النهارده حاجه كده ايه، تحفه. معايا الاول هنا 4 معالق او 3 معالق كبار من الباربيكيو، عليهم معلقه من الزعتر، نزلت عليهم بمعلقتين كبار من دبس الرمان، وكمان معلقه كبيره من توابل المشويات ايا كان، بس انا بحب بتاعت ويلز، يبقى توابل مشويات. فلفل اسود، 3 معالق كبار من الباربيكيو، معلقه من الزعتر، وكمان معلقتين من دبس الرمان. هنزل بالملح والزيت. يبقى ايه البهارات اللي انا حطيتها؟ ملح وفلفل وبهارات المشاوي. عرفتوا بقى انا بحب الخلطات دي ليه؟ وفرت عليا بدل ما افضل اطلع كل البرطمانات واحط توم باودر، بصل باودر، بابريكا، الكلام ده كله، لا لا لا، هو معلقه من توابل المشويات بتاعتنا، وشويه فلفل اسود مع شويه باربيكيو كده ودبس رمان، معلقتين من الزيت، حبه ملح. عملت احلى تتبيله لصدور البانيه عشان نشويها. مش قادره اقول لكم قد ايه طعمها رهيب 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 جدا يا بنات، بجد خطيره، هتجربوها هتحبوها جدا. تقدري بقى تشويها هنا، تقدري ان انتي بصوا مثلا تعملي صينيه خضار وتحطوا صدور الفراخ دي كده فوقيها وتدخليها الفرن زي ما انتوا عايزين. جبنا الكبة فلازم طبعا نجربها، تعالوا بقى نجربها. ودي كانت اول تجربة ليها معايا في فرم الطماطم، ومش قادرة اقول لكم النتيجة صدمتني يا ولاد. بس هي فيها عيب صغير جدا لازم بقى تاخدوا بالكم منه لو جبتوها. اول لما تتغسل لازم تتنشف على طول وتتشال، ما ينفعش تحطيها تتصفى مع باقي المواعين. حاساها ممكن يعني ايه تعمل نقطتين صدى كده في الحلة في الحلة بتاعتها. فنتفادى ده بايه؟ ان احنا نغسلها على طول ونقوم ايه منشفينها وشايلينها عادي في الدولاب بتاع المطبخ بتاعك. فرمت لي الطماطم فرم فظيع، كأنك حرفيا حطاها في الخلاط، وده بفضل ان السكينة بتاعتها فيها 4 سكاكين. بصوا مش قادرة اقول لكم شايفين عاملة ازاي، اللهم بارك بجد. انا ما قلت ان هي مش هتبقى فرمالة طماطم كويس كده، او الطماطم هتطلع يعني ايه تقطيعتها او فرمتها كبيرة. جبت هنا بقى 3 معالق كبار من الزيت، نزلت عليهم بمعلقه من الثوم، شوحت الثوم كويس جدا ونزلت عليهم بالطماطم. هنبدا نعمل صلصه للمكرونه. طبعا الفراخ دي تقدري تعملي جنبها رز بسمتي، تقدري تعملي جنبها مكرونه وايت صوص، تقدري تعملي جنبها مكرونه كده بالصلصه الحمراء زي ما انا عاملاها النهارده، هتبقى حلوه جدا واي حاجه بتمشي معاها. بصوا ما شاء الله الطماطم اهي بتتسبك، حطيت بقى حله فيها ميه علشان نسلق فيها المكرونه بتاعتنا. انا ما بحبش احط مع المكرونه زيت، علشان الزيت ده بيعمل كده زي طبقه على المكرونه، فالصلصه مش بتلزق عليها، يعني بيخليها كده الصلصه ما تبقاش ماسكه في المكرونه. الزيت بيخلي المكرونه كده عليها طبقه كده مزيته، ما بتمسكش باي صوص. فهو نطرة الملح بس، واهم حاجه ان انتي تقلبي كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. كل ما تحطي حبه مكرونه تقلبي كويس جدا علشان المكرونه ما تمسكش في بعض. هبدا ان انا هنزل هنا على الصلصه بمكعب من الماجي، وكمان ملح وفلفل، شويه من الكمون، فقط لا غير.
احلى توابل تطلع لك شويه صلصه مكرونه محترمه. صلصه المكرونه بقى بالثوم كده، هو كمون، فلفل اسود مكعب من الماجي، حبه تشيليه ماشي، شويه ملح بس، ولا تحطي بقى 7 بهارات ولا تحطي اي حاجه. شوفولي بقى القمر دي، بصوا المكرونه كانت فعلا خطيره. ايه بقى، هنظبط كده الغدا بتاعنا ونروق عليهم بقى كده بحبة المكرونة والبانيه. عايزة اقول لكم المكرونة عجبتهم جدا. هبدأ ان انا بقى احط لهم الغدا، وبعد ما احط لهم الغدا اشطب المطبخ بقى عشان اقوم لمعركة المذاكرة مع الولاد. طب تعالوا بقى نحط في طاسة كده حلوة مكعبين من الزبدة، والزبدة دي بتطر الفراخ جدا على فكرة، وتنزلوا كده بصدور الفراخ زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بقى هتاخد كده لون، وتاخد يعني هيبقى خطير جدا. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. تنزلي اول ما الفراخ تنكمش سنه، تبتدي ان انتي توسعي كده للقطعه التانية. لا جربوا الفراخ بالطريقه دي بجد هتدمنوها. زي ما قلت لكم تقدروا تحطوها على صينيه كده، خضار كوسه مع جزر مع بطاطس مع الكلام الحلو بتاعنا ده، مع بصلايه وكده وفص توم، وتقدروا ان انتوا تدخلوها الفرن، تعملوا زي ما كانكم هتعملوا ورقه فراخ يعني بالخضار. تقدروا تعملوها مشويه كده على الجريل، تقدروا تدخلوها الفرن، تقدروا بنفس الطريقه دي تقطعوها كده شرايح وتعملوها زي الشاورما. بس التتبيله دي خطيره، يعني استعمليها في اي حاجة. بصوا ما شاء الله، هبدأ ان انا هنا اقلبها كده عشان تاخد وش من على الجنبين. قد ايه طرية يا بنات، والزبدة مديها طعم كده طراوة حلوة جدا. لو مش عايزة تحطي معلقتين زيت في التتبيلة وتكتفي بمكعبين الزبدة تمام، بس انا بصفيها في الاخر والله من اي زيوت كده، بس هو معلقتين الزيت بيخلوها كده لونها كده بيلمع مع معلقتين الزبدة، حلو قوي. يا ريت بقى اللي شايف الفيديو لحد دلوقتي يدخل في الكومنتات يصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكمان يسيب لي كومنت حلو ليا تشجيع ليا، وكمان ما ينساش يعمل اللايك الحلو. ولو بقى بتشوفي القناة ومش مشتركة، فيا ريت تنوريني باشتراكك في القناة، و يعني تسيبي لي كده تعليق حلو ليكي، واعملوا كده شير للفيديو لو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد.